يشهد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته رقم 39 والتي تقام في الفترة من 1 حتى 5 من أكتوبر العرض العالمي الأول لفيلم اختيار مريم من تأليف وإخراج محمود يحيى وبطولة الفنان محمد رضوان. يناقش فيلم اختيار مريم مجموعة من المشاكل المجتمعية في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تدور الأحداث خلال يوم واحد عن أسرة مصرية بعد أن تتعرض ربة الأسرة مريم لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة، ولكن من خلال قضاء بعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية. فيلم اختيار مريم من بطولة محمد رضوان، رشا سامي، جنة صلاح، أحمد أبو زيد، أحمد سيف، زياد كرم، عبد الرحمن فرجاني، رغدة سعيد، عزة عبد النوري، يعقوب مصري، ماهي سلامة، مايكل تادرس، وأحمد رضوان، ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء في سينما رينسانس ومترو على التوالي. تتضمن الدورة رقم 39 من مهرجان الإسكندرية 24 دولة من دول البحر المتوسط، والفنانين الذين سيتم تكريمهم ذو موهبة كبيره وعمار متفاوته، ومنهم الفنان خالد زكي والفنانة حنان مطاوع. وكشف المنتج الفني عماد يسري عن الأغنية الأساسية لمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته رقم 39 لدول البحر المتوسط، وهذه لغنيه من توزيع وغناء الموسيقار عادل حقي، ومن كلمات جمال سويد وألحان شرف الدلجاوي، والتي تحمل بدايتها اسم السينما بدأت عندنا. وأعلنت إدارة المهرجان عن إهداء الدورة رقم 39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، والتي قامت بصنع 100 فيلم للسينما المصرية وقامت بإنتاج العديد. إلى هنا ينتهى هذا الفيديو، وسأقوم بتزويدكم بكل ما هو جديد عن موضوع فيديو اليوم فيما هو قادم. إذا أعجبكم الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. كان معكم أحمد محمود، قناة ترند.